مساء الفل على احلى ملوك في الدنيا ومليار مبروك للمره التانية. بوت دوجز فتح السحب، وفي الفيديو ده هشرح لك طريقه السحب وطريقه البيع وازاي تكسب من العمله بعد البيع وازاي تحقق ارباح كمان بعد المكسب باذن الله. طبعا نبدا الفيديو بتاعنا بسم الله. طبعا حضرتك اول حاجه هتدوس على خانه ديبوزيت ان اكستشينج عشان تسحب عملاتك. تمام، ديبوزيت تو اكستشينج. تمام، هندوس هنا كده، هيظهر معاك الشكل ده كده. بيقول لحضرتك اكستشينج تبادل ولا وولت ان تليجرام. لاخواتنا اللي في الدول المحظوره طبعا هيسحبوا على محفظه تليجرام او هيسحبوا على نون كاستيديال وولت معلش، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، محفظه تون كيبر. تمام، حضرتك هتدوس على اكستشينج وتدوس كونتينيو. تمام، هتحدد المنصه. تعال نحدد منصه اوكي اكس هنا كده، هندوس send here. تمام، قال لك do you have an account؟ yes I have. لازم حضرتك طبعا يكون عندك اكونت على اوكي اكس وحضرتك تكون موثق الاكونت ده، ولو مش موثقه باذن الله هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. تمام، حضرتك توثق الاكونت، هتدوس على yes I have. تمام، طبعا بيقول لك حط لي اليو اي دي بتاعك. تمام، انا هروح على منصة اوكي اكس هنا كده. تمام، هروح على اكونت من هنا، من المربع ده يا شباب، ادوس هنا كده. تمام، عايز اليو اي دي بتاعي، ادوس هنا كده. تمام، اليو اي دي اهو يا شباب. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ انا بشرح لكم بالتفصيل اهو يا شباب عشان محدش يقول انا ما فهمتش. حضرتك هتدوس على الاسم بتاع حسابك. تمام، بالشكل ده كده هيظهر معاك. هتدوس على اليو اي دي، هتنسخ اليو اي دي بتاع حضرتك. تمام، بالشكل ده، وهتحط اليو اي دي. تمام، قال لك دوجز ديبوزيت ادرس. تمام، هنروح على الايداع، هنرجع كده، هنرجع كمان خطوة. حضرتك هتدوس على ايداع العملات الرقمية اللي حضرتك شايفه ده او ديبوزيت. هتدوس هنا كده، هتبحث عن عملة دوجز، وادي عملة دوجز اهي اهي يا شباب. طبعا كله شايف شكل العملة. تمام، بيقولك حدد شبكة الايداع. هنحدد شبكة دوجز على شبكة التون. تمام، ادي العنوان اهو. بيقولك لازم تدخل التعليق او الميمو. الميمو مهم جدا يا شباب، اهم حاجة في الموضوع هو الميمو. تمام، هنقول له حسنا، هندوس هنا كده، دوسها هنا اهي تاني. يقولك تم النسخ. حضرتك العنوان اتنسخ معاك عشان الناس ما تروحش تاخد العنوان ويحصل حاجة. تدوس دوسة طويلة كده وتقول له ايه، بيست حضرتك او لصق. تمام، هتنزل تحت بيقولك دخل لي الميمو او التعليق. تمام، ادي التعليق اهو اللي هو ده. حضرتك هتدوس عليه دوسه كده اهو. قال لي تم النسخ، اتنسخ معايا. تمام، هرجع هنا واقول له خد الميمو اهو. تمام، هتاكد ان كل حاجه تمام. هرجع تاني واتاكد ان الدنيا تمام اهو. ده اليو اي دي 576. تمام، كل حاجة تمام. هرجع تاني برضو خطوة، معلش انا بطول معاكم في الفيديو بس عشان اشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. اهي ايداع العملات الرقمية تاني، دوجز. تمام، تون كوين. تمام، حضرتك بتدخل العنوان بتاعي اخره او دبليو اتش او زد. تمام، انا بعمل لكم كل حاجة بالتفصيل اهو يا شباب. حضرتك زي ما انت شايف اهو، واقول له ايه سند. تمام، بيقول لي كونفيرم وذرو 65,000. ماشي، اي كونفيرم، انا عملت التحقق. تمام، بيقول لك هنا ايه، ده اليو اي دي بتاعك. ده اليو اي دي بتاعي، ده الادرس، الديبوزيت ادرس، ده الديبوزيت ادرس بتاعي، ده الميمو الميمو 883. ده الميمو. تمام، ما عنديش مشكله. قال لك انت عملت الكيو اي سي. فهدوس ايه اي كونفيرم. معلش الفيديو طول كده. تم بنجاح السحب. تمام، قال لك ديبوزيت از ان بروجريس.
طب السحب هيوصلني امتى يا هندسه؟ السحب هيوصل لحضرتك يوم 20 يا فندم. تمام، اهو بيقول لك السحب هيوصلك يوم الادراج اللي هو يوم 20. تمام، حلو جدا. طيب العملات اختفت اهي يا شباب، عشان محدش يقول لي العملات فين يا هندسه واختفت من عندي. تمام، قال لك بيسحب العملات. طيب هبيع ازاي يا هندسه؟ طريقه البيع حضرتك بتعمل ايه؟ هنرجع كده. تمام، هنرجع هندوس على خانه التداول اللي هي دي. بعد ما ندوس هنا حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك بتسرش كده عن عملة دوجز. طبعا هي لسه مش موجودة على المنصة. تمام، لنفترض مثلا انها عملة تون. تمام، فانا حددت مثلا عملة تون اهي عشان انا بحبها، وادوس على خانة بيع. حلو جدا يا هندسة. وبعدين اشيل لكم العلامة بتاع الفيديو، معلش انا بوثق كل حاجة بالتفصيل عشان محدش يعمل اي حاجة. بيع. بعد البيع يا هندسة هندوس على طلب محدد للسعر دي، هندوسها ونخليها طلب بسعر السوق. حلو جدا يا هندسة. وبعدين هحدد بقى انا عايز ابيع كام في المية من عملاتي. عايز ابيع مثلا 50% من عملاتي. تمام، فهدوس على بيع. تمام، بس انا طبعا عشان معايا عملات تون فمش عايز ابيع، ف بقول لكم يعني هتدوسوا على كلمة بيع دي. تمام، طيب انا عايز اراقب السوق يا هندسة واشوف السعر طالع ولا نازل ولا اعمل ايه. شايف السهم ده؟ حضرتك هتدوس عليه كده اهو، ده المنحنى. تمام، حضرتك عايز تجيب من دقيقة واحدة هتقول له اديني المؤشر من دقيقة. تمام، من هنا كده. طيب انا شايف كل حاجة اهو. حضرتك بالاحمر ده كده السعر نازل، بالاخضر السعر طالع. تمام كده. انت مثلا انا عايز ابيع 100%، هحدد ال100% بتوعي. عايز ابيع 50% بس. ابيع 50% بس في البامب. تمام، البامب بيحصل انت يا هندسة؟ البامب بيحصل اول دقيقة لحد اقصى حاجة ممكن، اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن يوصل ل5 دقايق حسب العملة. تمام، بس طبعا انا انصحك اول دقيقة تكون حددت عدد العملات كلها. تمام، وبعت كل عملاتك. حلو جدا يا هندسة. وبعدين بعد ما تبيع كل العملات حضرتك هتستنى. تمام، هتبيع في اول دقيقة. في اول دقيقة، يا ريت ما تتأخرش. اديك عرفت الطريقة. هتحدد 100% من العملات، بيع، طلب بسعر السوق. تمام، هتلاقي بالمؤشر اول ما تلاقيه فوق تروح بايع، اول ما تلاقي السعر فوق وانت عايز تبيع بالسعر ده تروح بايع. تمام، تروح دايس على كلمة بيع. عايز تراقب المؤشرات وتشوف الدنيا ماشية ازاي، من هنا اعلى سعر اهو. تمام، ادنى سعر اهو. حجم التداول طبعا انت اعلى سعر بالنسبة لك يعني هيبقى في نفس الدقيقة، فمش هتشوف يعني اعلى سعر هتشوفه ممكن تبيع عنده عادي باذن الله يعني. تمام، فحضرتك زي ما قلت لك دي الاستراتيجيه اللي هتستخدمها في البيع. طب وبعد ما بيع يا هندسه وبعت في البامب، حضرتك هتستنى لما العمله تهبط خالص وتنزل وتروح شاري. وبعدين يا هندسه تستنى لما العمله ترفع ويحصل بامب تاني وتبيع، وهكذا. بس تبيع عند سعر برضه يكون عالي عشان حضرتك المكسب بتاعك يكون كويس. وممكن تكرر الحركة دي اكتر من مرة بحيث تحقق ارباح يمكن نفس ارباحك واكتر كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنساش اخوك باللايك والشير والحاجات الجميلة دي، وما تبخلش عني. وطبعا ان شاء الله هنزل لك استراتيجية تاني. تمام، تكسب منها بطريقة احسن كمان بإذن الله.